السلام عليكم ورحمة الله حبايبي الغاليين، يا رب تكونوا بألف خير. تعالوا النهارده نعمل أكلة لذيذة وظريفة وسريعة. كسلانة مش عايزة تطبخي، تعبانة مشغولة وعايزة تاكلي أكلة محترمة، يلا تعالي. حتى لو انت عاملة عزومة هتعمليها في نص ساعة. يلا النهارده نعمل شعرية بالخضار وفراخ أفخاد مخلية. تحفة تحفة تحفة. يلا عندي هنا نص كيلو شعرية، أو اعملي الكمية اللي انت عايزاها يعني. هحمرها عادي، أو لو انت بتحمريها في الفرن وجاهزة عندك هاحمّرها في الزيت، وبعد كده هاصفّي الزيت، هاصفّيها من الزيت تمامًا يعني بعد ما أحمّرها. بعد كده في نفس الطاسة اللي حمّرت فيها، هاسوّي فيها الخضار بتاعي. عندي بطاطس وكوسة وجزر، أي خضار حابة تحبيه تحطيه حطيه يعني، تزوّديه. عندي كمان بسلة، بس هي عشان بسلة مُعلّبة يعني فأنا مش هاسوّيها، هي جاهزة. هابهّر كده الخضار بتاعي، هاحط كده توابل ملح فلفل، بصل بودر توم بودر ومكعب مرق، وهاقلّبها مش هاحط لها ولا نقطة مَيّة. هتستوي عادي تستوي كده زي ما هي يعني. يعني كإنه sauté يعني. هافضل أقلّب فيها بين وقت والتاني، وهي الطاسة يعني مكانها الزيت، فأنا مش حاطة زيت كمان، بس هي مكان الزيت بتاع الشعرية. هنا عندي بقى الأفخاد، تعالوا نجهّزها. أنا خالياها وباعينها مخلية جاهزة. ودي كمان حاجة هتسهِّل عليكِ لو أنتِ حابة تعيني أو يعني أوراق أنتِ خالياها، يبقى حاجة جميلة. هاشيل منها أي عضم زيادة، وهادقدقها كده بالمدق بتاع الفراخ، لحد بس يعني ما تحتاج مني، مش عايزة أرقّقها أوي ومش عايزاها تكون تخينة أوي. عندي برضه تشكيلة توابل نفس التوابل اللي استخدمتها في الخضار، برضه ملح وفلفل وبابريكا مدخنة وكمون وكزبرة ناشفة وبصل بودر وتوم بودر، وهاتبل بيها التوابل بتاعتي. هاعمل كل الكمية اللي عندي وهاخلصها وهاتبلها بنفس الطريقة. هاتبلها كده فقط بدون أي إضافة، أي سوائل تانية عليها برضه، وهاتك على التتبيلة كده عشان ما تنزلش من عليها يعني. وبين وقت والتاني كده هاقلب الخضار بالراحة، لأن مش عايزة أضيف له أي سوائل، وبالراحة أول ما أحس إن هو بدأ أيوه يلزق من تحت كده، مش هاقلب كتير، وهاسيبه وأنا باطلّعه بالراحة. في نفس المقلاية وفي نفس اللزقة اللي فيها مش هيحصل حاجة، هاحط الشعرية وأحط عليها مَيّة مغلية يا دوبك، بس إيه، هاخلّي بس المَيّة تغطيها من فوق كده، وبرضه هاحط لها توابل اللي فاضلة عندي، نفس الميكس بتاع التوابل ومكعب مرق. هاقلّبها، وطبعًا الشعرية ما بتاخدش حاجة أصلًا، ما بتاخدش 3 دقايق في السِوَى. أسهل وجبة وأسهل يعني وصفة سهلة جدًا، جدًا. أنتِ ممكن تعمليها في عزومة عادي جدًا. لو عملتيها في عزومة يعني هتكفّي معاكِ عدد كبير، وفي نفس الوقت مش هتحتاجي بروتين كتير جنبها. أنا بقى هازوّد هنا شوية خضار عليها من اللي سويتهم فوقها يعني، وهاقلّبهم، والشعرية لسه كده إيه، إحنا غطينا عليها وبتتلدّن يعني، وهي لسه فيها قبل ما تنشّي. هاحط شوية بسلة وشوية خضار من اللي سويناهم سوا، وهاقلّبها خفيف كده بالراحة، وهاغطّي عليها تاني. هاعمل بقى الفراخ بتاعتي، برضه الفراخ ما بتاخدش أي حاجة خالص. عندي معلقتين زيت في طاسة تكون مش بتلزق يعني، وهانزل بيها بالفخدة كاملة. لو ملاحظين ما شاء الله التوابل ما بتنزلش ولا حاجة، لإني متّكية عليها، ف دي برضه مش محتاجة إن أنتِ تتبّليها وتسيبيها ساعتين 3 مثلًا. أهو يا دوبك دقيقتين من هنا ودقيقتين من هنا وباقلّب، ما بتاخدش وقت خالص. أسهل وأظرف من البانيه كمان. أكلة سهلة جدًا وما بتاخدش أي وقت خالص ولذيذة جدًا، جدًا. لو أنتِ عملتيها فكرة عزومة في رمضان ما بتاخدش أي وقت، وسهلة خالص لو أنتِ عملتِ جنبها شوية محشي مشكّل، وشوية سلطات، شوية بقى بتنجان مخلل وشوية عيش. أكلة لذيذة وظريفة خالص، خالص، وبتفرد وبتأكّل عدد كويس معاكِ. إحنا خلّصنا خلاص الوصفة وبنغرفها بقى خلاص. أنا عملتها جنب ملوخية وجنب ليمون كده عندي يعني. يالّا بقى نزينها بشوية مكسرات، وحطينا كمان بقية الخضار من فوق عليها للتزيين يعني. طبعًا لو مش حابة الشعرية بإمكانِك تبدّليها بمكرونة، برُز، بأي حاجة أنتِ حاباها يعني. أنا باتكلّم على الشعرية لذيذة وسريعة جدًا،
وكمان تغيير في عزومات حلوة جدا، الفكرة حلوة. لو عجبتكم الوصفة لايك وشير للفيديو، وإن شاء الله نشوفكم في وصفة جديدة.